سعر الدهب رايح على فين بعد ما بدأ يطلع مرة تانية؟ الدهب كان طلع جامد وبعدين وقع صح لحد 12% تقريبا، وبعدين رجع يطلع تاني وتقريبا اقترب من الاول تايم هاي بتاعه. تعال نحدد مع بعض ونتكلم في العوامل اللي بتحرك سعر الدهب. قبل ما ابدا عايز افكرك ان احنا عندنا برامج تعليميه، سواء انت جاي من تحت الصفر ما تعرفش اي حاجه عن البورصه او الدهب او تحليل اسواق المال، او بقالك 20 سنه بس مش تمام. في جميع الاحوال هتلاقي رقم واتساب في الصفحه الرئيسيه في القناه، ابعت لنا قول لنا عايز اتعلم. انا محمد فاروق، بقالي 21 سنه في البورصه، عندي برامج تعليميه عمليه خطوه بخطوه بعلمك، سواء انت جاي من تحت الصفر او عندك خبره. طيب، رقم اتنين، لو انت عايز لستة ب7 اسهم قوية ماليا توزع ارباح مرتفعة في البورصة المصرية، ودي مش دعوة للشراء، دايما اي لستة من دول هجمعهم لك واحطهم لك في الجروب بتاع التليجرام اللي موجود في الصفحة الرئيسية في القناة، علشان يبقى عندك مرجع للست المهمة. طيب، الذهب النهارده قرب الاول تايم هاي مره تانية، للمره التانية كان عند 4400. انا بتكلم على الذهب عالميا اللي هو بالأونصة مسعر بالدولار، كان 4400، كان وصل 4398، يعني قول 4400. النهارده هو 4300 حاجه و70، قرب الاول تايم هاي تاني. ايه اللي حصل؟ بمنتهى البساطه، الاستمرار في ضعف الدولار. انت عارف ان لما الدولار بيضعف عالميا سعر الذهب بيرتفع، بيمشوا عكس بعض بالظبط، وده من العوامل القويه اللي ادت اصلا ان الذهب يطلع في السنه اللي فاتت دي كلها، هي 2025 يعني، عشان هي خلاص بتخلص يعني. ده من العوامل اللي زقت الذهب جامد في السنه اللي فاتت. لكن العامل رقم اتنين هو خفض الفايده على الدولار. كل ما الفايده على الدولار بتنخفض كل ما سعر الذهب بيطلع. والفيدرالي الامريكي كان عنده سياسه خفض للفايده السنه دي، اخر اجتماع للفيدرالي كان مفيش من كام يوم، خفضوا الفايده ربع برضه. كل ما بتنخفض الفايده او كل ما بيبقى في حتى توقعات بخفض الفايده، كل ما بتلاقي الذهب بيرتفع. رقم ثلاثة، طبعا التوترات الجيوسياسيه، وترامب يعني مش مقصر مع حد في حاجه الحقيقه. تعريفات على الصين، مشاكل مع يعني المناقشه ما بينه وما بين البلدان التانيه، طبعا دي من شانها بتزق الذهب، لان الناس بتبقى عايزه سيرتينتي، المستثمر بيبقى عايز يطمن، بيبقى عايز يقين، ما بيحبش الانسرتينتي. فاول ما الدنيا تلخبط كده يقول لك لا يا عم انا اشتري ذهب او احط شويه من محفظتي في الذهب او الكلام ده كله. طب ايه الريسكس بقى اللي ممكن تهدد سعر النهارده الذهب عند اول تايم هاي؟ ايه العوامل اللي ممكن تهدد الذهب وتنزله كمان؟ انا هجمع لك العوامل اللي بتاثر على سعر الذهب عامه واحطهم لك برده في جروب التليجرام كليسته كده، بوست واحد موجود فيه العوامل دي، فبرده ممكن تشترك في جروب التليجرام اللي في الصفحه الرئيسيه وبرده تبص على العوامل. لكن باختصار، في رايي ان اكبر تهديد للذهب دلوقتي هم حاجتين. رقم واحد، ان الفيدرالي الامريكي بيتكلم ان السنه الجايه كلها هيتم خفض الفايده على الدولار ربع في المية فقط. ده كلام معروف متعارف عليه، يعني كلام هو طبعا ما بيبقاش يقيني، لان لما بتطلع الايكونوميك داتا، بتطلع المعلومات عن البيانات الاقتصاد الامريكي وكده، ممكن تتغير الفكره دي او يتغير الفكره بتاعت السياسيين هناك. لكن حاليا هو ده الفكر المتخذ، والانفسترز عندهم امل ان ما يحصلش كده، عندهم امل ان بتخفض اكتر من ربع في المية، خاصه ان ترامب عايز يغير اصلا محافظ الفيدرالي، وفي الغالب هيغيره. يعني دي مش قصتنا، المهم ان لو فضل التوقع ربع في المية ده وفضلت ريسيت على ربع في المية، يعني ده ممكن يكون عامل سيء للذهب. طبعا لو حصل بقى اوحش من كده اكيد ده هيبقى عامل سيء جدا. بس العامل الاخطر، واضح بقى لنا فتره ان في كلام ما بين روسيا واوكرانيا على معاهده سلام. طبعا الاوكرانيين يرفضوا والروس يرفضوا، يعني في كلام رايح راجع. بس اول مره تحس ان الموضوع بقى فيه جديه. وخلي بالك الحرب بقى لها 4 سنين، الدولتين منهكتين خلاص، فهم كده كده مصلحتهم ان هم يوقفوا. انا مش محلل عسكري خالص، بس اكيد خلاص يعني قريبا ام عاجلا هيحصل معاهده، وده ممكن يبقى تهديد كبير للذهب، لان ده هدوء تماما في التوترات الجيوسياسيه وارتفاع في الريسك ابيتايت، تلاقي الاسهم بتطلع والاسيتس اللي هي السيف هافن بيسموها زي الذهب بتنزل. يعني ده كان فيديو سريع كده عن سعر الذهب. لو عايز تتعلم تحليل الاسهم والاسواق الماليه بطريقه عمليه احترافيه من الالف للياء، سواء انت جاي من تحت الصفر او بقالك 20 سنه، ابعت لنا على رقم الواتساب هنعلمك ان شاء الله.